استلمت قوات أمن الحدود التابعة للجنة الأمنية العليا بوزارة الداخلية مقرها الجديد بقاعدة الوطية الجوية ليصبح موقعا لها من أجل ممارسة أعمالها في حماية الحدود الغربية لليبيا. ومع أول أيام عملها بموقعها بقاعدة الوطية، ألقت قوات أمن الحدود باللجنة الأمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية القبض على مجموعة من المهربين وبحوزتهم كمية كبيرة من الخمور يحاولون إدخالها إلى الأراضي الليبية. تم ضبط كمية من الخمور الأجنبية المهربة عند القاطع الحدودي تقريبا في منطقة تبعد حوالي 15 إلى 18 كيلومتر عن الحدود التونسية. قام شخصان على متن سيارة تويوتا دبل 27 بمحاولة تهريب هذه الكمية، وبفضل الله وتوفيقه تم ضبط هذه الكمية عن طريق الرجال الشرفاء الغيورين على أمن وسلامة الوطن والمواطن، وقاموا بتسليمها للجنة مكافحة الجريمة، وتم تسليم الموقوفين كذلك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وهم بصدد الإحالة للنيابة. والكمية تقدر بحوالي 125 صندوق خاص بالعلب الحديدية اللي هي البيرة المعروفة شعبيا بيرة، وحوالي 61 قنينة زجاجية تحتوي على خمور أجنبية. والحمد لله هذا بتوفيق الله وتعاون حرس الحدود الذين قاموا بضبط هذه الكمية وتسليمها للجهات القانونية المختصة